من فترة انتشر فيديو على السوشيال ميديا عمل صدمة كبيرة للناس. الفيديو كان لست أمريكية بتقول إنها عاشت كراجل لمدة 18 شهر. مش هنا المشكلة إنها بعد فترة انتحرت. والسؤال هنا ليه؟ الست دي كان اسمها نورا فينسنت، صحفية وناشطة نسوية. كانت مقتنعة إن حياة الرجالة أسهل، مليانة امتيازات وما فيهاش ضغوطات زي الستات. وعشان تثبت ده قررت سنة 2003 إنها تتحول لراجل بالكامل. قصت شعرها، بدأت تلعب رياضة عشان جسمها يتغير. كمان غيرت صوتها ولبست لبس رجال، واتعلمت تمشي وتتكلم زي الرجاله بالظبط. وده بقى شكلها، وبقت جاهزه تدخل لعالم الرجاله الحقيقي. اهلا بيكي. وفعلا دخلت وبدات تشتغل وسطهم، تصاحبهم، تلعب رياضه معاهم، وعاشت كل اللي بيعيشه الرجال. لكن الصدمه انها ما لقتش اللي كانت متوقعاه، ما لقتش الامتيازات ولا التسهيلات اللي كانت متخيلاها. واللي شافته في حياه الراجل كان ضغط نفسي متواصل. الراجل بيبقى مطالب طول الوقت انه ينجح، يكسب احترام الناس ويكون مسؤول، وفوق كل ده مش مسموح له يشتكي ولا يعبر عن تعبه او ضعفه او احتياجه. نورا بعد اللي شافته بدات تنهار، وعشان كده ما قدرتش تكمل التجربة للنهاية. وبعدها دخلت مستشفى نفسي، وهناك حاولت تنتحر أكتر من مرة، لحد ما في 2022 اختارت الموت الطوعي في سويسرا. ولسان حالها بيقول منه لله اللي طلعنا من المطبخ.